ايش الفرق بين اوكلاند سيتي واوكلاند اف سي اللي بيقابل الاهلي في ملحق كاس القارات، وين بتكون المباراه منقوله اصلا؟ قبل لا نبدا سوي فولو وتعال احكيك. اوكلاند سيتي هو اللي دائما موجود معنا في كاس العالم للانديه، يمثل قاره اوقيانوسيا، الفريق اللي اصلا لعيبته مو كلهم محترفين واغلبهم عندهم عمل ثاني غير كره القدم، يجي يتلطم ويمشي. اما اوكلاند اف سي فريق جديد وكاله عمره سنتين بس، تأسس في 2024. طبعا هذا فريق نيوزيلندي، فقرر هذا الفريق انه يشارك في الدوري الاسترالي، وزي ما في اسيا في ابطال اسيا في ابطال اوقيانوسيا، بس هذه البطوله ما هي للمحترفين، يعني شبه احتراف، والفائز فيها دائما صاحبنا اوكلاند سيتي. اتحاد اوقيانوسيا سوى بطولة جديدة، بطولة أبطال أوقيانوسيا للمحترفين، دوري نفس دوري أبطال آسيا، شارك فيها 8 فرق، وسوى النسخة الأولى السنة الماضية وشاركت فيها 8 فرق. فريق أسترالي جابوه تكريما له، ولا أساسا أستراليا عضو في الاتحاد الآسيوي، أنديتها تلعب معنا في أبطال آسيا. وكم فريق من الجزر الموجودة في أوقيانوسيا، وفي النسخة الأولى فاز فيها أوكلاند اف سي. هذا الفريق فريق محترفين غير أصحابنا اللي قبل، فازوا في النسخة الأولى وتأهل إلى ملحق كأس القارات، يتقابل مع الأهلي في الجوهرة. المتوقع انه تكون مباراة سهلة على الاهلي، والمفروض انه الاهلي يخلصها من الشوط الاول عشان يتأهل ويقابل صن داونز في جنوب افريقيا. المباراة بتكون منقولة على منصة شاهد ومبسي اكشن. كان هذا مقطعنا اليوم، لو عجبك المحتوى لا تنسى تسوي فولو، الله يسعدك، ونشوفكم على خير.